عمرك وركتي على الفران سواء في الموتور سواء الطوموبيل وحسيتي ان الفران فيه شي مشكله، ولكن واخا هكاك وقفت بك الطوموبيل، المشكل اللي حسيتيه هو ان الفران كيتقطع وكيعاود يشد. في هذا الفيديو غتفهم علاش. بقى معايا حتى الاخر. الاي بي اس او الانتي لوك بريكين سيستم امتى بان وشنو الدور ديالو والمميزات ديالو والعيوب، واش خاصك ضروري يكون في موتورك ولا سيارتك؟ كاع هاد الاسئله غنجاوب عليهم. بسم الله. اولا، امتى بان هذا النظام؟ بان هذا النظام في الخمسينات وخصوصا في الطائرات باش يخليو الطائرات توقف في مدرج في مسافه قصيره. سنه 1970 طور لاول مره من شركه بوش الالمانيه. سنه 1978 داروا في اول سياره فورد جراندا. سنه 1980 بدات شركات كبيره كترد البال لهذا النظام وكتهتم به بحال ميرسيدس وفورد وغيرها. سنه 1990 ولا نظام الاي بي اس بزاف ديال السيارات وحتى الشاحنات. سنه 2010 ولا الاي بي اس ضروري، وحتى نزيدكم ولا الزامي الشركات يديروه، ولكن في بعض الدول ماشي كلشي. بلاتي تا من الصباح كتفهم علينا شنو بعداك هذا النظام. الاي بي اس كما قلت هو المعنى ديالو الانتي لوك بريك سيستم. اللي كتعني نظام مانع للانزلاق. مانع للانزلاق يعني دورو يخلي سيارتك ما تزلقش. واحد المعلومه غنخربقكم، هذا النظام كيخدم انه فقط كيطلق الفران. فهمتي والو؟ كما قلت انت فاش كتشد الفران كاين واحد السبب علاش طوموبيلتك او موتورك ما كيفرانيش، هو الرويضه كتبقى غادا زالقه. هادشي علاش نظام الاي بي اس هنا كيجي الدور ديالو، كيطلق الفران في جزء من الثانيه وكيشدو عاوتاني، كيبقى يطلق فيه ويشدو يطلقو يشدو. وهنا الطوموبيل كتوقف في اقصر مسافه او دراجه. وفاش كتفريني نيشان، ماشي الطوموبيل كتبقى الدور تشطح. النظام واعر بزاف. وحاجه اخرى، عمر السياره تقدر تبدل المسار ديالها والرويض ما كيدوروش. نبداو بالمميزات. كما قلنا كتفريني السياره في مسافه قصيره. 70 there we go 70 70 70 70 and brake. وكتحافظ على الاتجاه ديال السياره وكيمنع سيارتك او موتورك من الانزلاق في الثلج ولا الرمله ولا الشت. ودابا العيوب، نقدر نقول لكم عيب واحد هو الاصلاح. ما غيصاوبوش لك ميكانيك عادي سواء موتور سواء طوموبيل، خاص ضروري فحص تقني، حيت الاي بي اس عباره على بي سي وربعه ديال الحساسات. حساس في كل رويضه باش كيراقب كل رويضه السرعه ديالها. وراه الا كان عندك الاي بي اس في السياره ما غتشعلها غتبان عندك في الطابلو واحد 3 ثواني وغتطفى. الا ما طفاتش راه خاص ضروري تصايبو حيت فيه شي مشكل. هو راه تمشى بالطوموبيل عادي، ولكن الله يحفظ الطوموبيل ما غتفرينيش ليك مزيان بلا اي بي اس. رابعا، واش ضروري؟ جواب هو سواء موتور كبير سواء طوموبيل سواء كاميو حاول تشريها بالاي بي اس. كيكون زايد شويه الثمن، ولكن النظام يقدر يكون سبب باش تنجو من المصيبه بعد الحفظ ديال الله سبحانه وتعالى. قلت لكم باللي كيخلي السياره ما تزلقش. كاين نظام اخر مهم في هذه الحاله، التراكشن كنترول، غندير عليه فيديو اخر ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش معكم تفعيل الجرس اللي كنتم مفعلينوش، واعجبني يرحم يماكم. تهلاو.